الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الأخ سأل بسؤال: ما هي ضوابط الجرح والتعديل؟ لا شك أن علماء الحديث قد خدموا هذا الفن، أن علماء الحديث قد خدموا هذا الفن خدمة عظيمة حتى صار أكمل فن في باب النقد لما قام عليه الجرح والتعديل عند علماء الحديث من ضوابط وقواعد شرعية وضوابط معتبرة مرعية عند أهل العلم، وأوضح الأمر أيما إيضاح. وباختصار، كتابنا الإبانة هو كفيل ببيان هذه الأشياء، لأننا قد أوضحنا هذه المسائل فيه بكلام أهل العلم، قواعد وآثار وضوابط، والحمد لله. ولهذا كنت عند الشيخ ربيع حفظه الله بعد أن نزل الكتاب إلى الساحة وانتشر، فقال له أحد المتعصبين: يا شيخ ربيع، هذا الكتاب لو يلغى أحسن. فقال له: كيف يلغى وفيه كلام أهل العلم؟ فالكتاب مشتمل من أوله إلى آخره على كلام المحققين والجهابذة من المحدثين ومن الفقهاء، والحمد لله، ومن أئمة الجرح والتعديل. فهذه المسألة لا يفتح فيها نقاش مع طلاب علم. هناك لا شك أن هنالك من يسهل لطلاب العلم الدخول في هذه المسائل، وإن كانوا لا يقدرون عليها، وهي أرفع وفوق مستواهم. هذه المسائل والقيام بأمر الجرح والتعديل ما يقوم به إلا من ذهب منه الطيش، الحماس الذي هو انفعالات، من وطن نفسه على الانضباط بالضوابط الشرعية، تجرد عن الهوى والانتصار للنفس والانتقامات فيما يجري بينه وبين الناس، لم يتجرد. فلهذا تجد أئمة الجرح والتعديل قليلين جدا بجانب علماء كثيرين. العلماء الكثيرون ما رأوا أنهم يدخلون في هذا، والذين دخلوا في هذا أفراد وعندهم من المميزات ما عندهم. ففتح المجال لطلبة العلم في هذا يعد من أعظم أسباب الفتن الحاصلة في أهل السنة، والله المستعان. فأنتم بارك الله فيكم ما وجدتم يدندن حول هذه الأشياء، والله هذه الأشياء لا هي لا نحسنها لا نحن ولا أنت. نشغل أنفسنا فيما ينفعنا، وانظر إيش الذي واحد بحاجة يقرأ له حديث، يقرأ له آية، يحفظ له آية، يفهم له مسألة في أمر دينه، ينصح له من عباد الله من نصح، يصلح له قلبه وينظر في أمر ينفعه، والحمد لله.